السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. ايه رأيكم بقى في الاكلة السهلة البسيطة الخفيفة طعمة وتحفة وجميلة وسهلة كده وسريعة، بتاخدش وقت. هنا اول حاجة انا كنت بعمل بابا غنوج، وكان عندي البتنجانتين الصغننين دول، فانا بشويهم وبشوي معاهم بصلايه، وكمان يا ريت بقى لو في توم كمان، يعني صحيح بشويه معاه، بس للاسف انا ما كانش عندي. وفي الحله اللي هناك دي كنت بسلق بطاطس. هنعمل مع بعض النهارده شويه بابا غنوج، او يعني بتنجان كده بالتوابل، لان انا ما كانش عندي طحينه فما حطيتش. وبيض مسلوق مدحرج كده في السمنه البلدي، وشويه رز بعدس بقى كشري اسكندراني، انما ايه، تحفه من غير ما يعجن معاكي، وازاي تطلعيه مفلفل وفظيع. تمام. هنا طبعا انا بقلب زي ما انتم شايفين البتنجان عشان يبقى مستوي من كل الجوانب. وهنا حطيت شوية زيت وزبدة. جربوه بقى بالزبدة، خطير. وقطعت بصلاية عادي على ايدي مكعبات، نزلت بيها على السمنة، على الزبدة والزيت، وشوية ملح وفلفل. وهنا الرز على العدس عادي خالص، الاتنين على بعض. وغسلتهم، يعني مثلا كوباية الرز بتاخد نص كوباية عدس عشان تبقى حلوة، عشان يبقى لونه حلو وطعم العدس باين فيه وطعمه حلو. نزلت بقى بيه، وابتدي ايه، اشوح خالص كده فيه. ابتدي اشوح واحده واحده لغايه لما الرز ينطر معايا ويخروش كده، عشان يطلع مفلفل ما يطلعش معجن. والتسويه هي كانك بتسوي رز عادي جدا. حطيت مكعب مرقه، ممكن ما تحطوهوش براحتك، بس بيدي يعني بيطعم الرز. ورشه كمون. رشه الكمون دي بتخلي الطعم في حته تانية خالص. تمام. وحطيت ملح وفلفل، وابتدي بقى اقلب كله كويس مع بعضه زي ما انتم شايفين كده. حطيتي كوبايه رز هتحطي كوبايه ميه. ما ملناش دعوه بالعدس اللي احنا بنحطه، زيه زي الرز بشعريه، بنحط مقدار الميه على مقدار الرز. تمام. قلبته بقى كده كويس، واتاكدت ان هو خروش معايا ونطر كده، الرزايه فتحت. نزلت زي ما انا ما قلت لكم، كوبايه الميه عليها كوبايه الرز عليها كوبايه الميه، زي ما انتم شايفين كده. تمام. بس تسويه الرز العاديه، اول ما هيغلي ويتشرب هوطي عليه، واحطه على الصاجه على نار واطيه خالص، شمعه كده، يستوي براحته، ما بياخدش يعني ربع ساعه تسويه. تمام. وهحمر بطاطس. وهنا بقى خلاص البتنجان بوريكم ان انا لما طلعته حطيته في علبه وقفلت عليه عشان يعمل البخار. بص هنا كان خلاص الرز اتشرب وابتدى، وطيت عليه وبيستوي. هنا بقى زي ما بقول لكم، انا غطيت وحطيت الطاسه، كنت بقلي البطاطس عشان بس ابقى ماشيه معاكم خطوه بخطوه. وهنا كنت بوريكم ازاي بتقشروه بسهوله جدا. لما بتحطيه في علبه وبتغطي عليه، فالبخار بيخلي القشره تفك بسهوله جدا. جبت هنا الكبة عندي، وهبتدي احطه فيه، واحط البصلايه، وهنزل البتنجان هقشره كويس. وبعد كده هحط معلقه هريسه وملح وفلفل، شويه خل، كمون، كزبره، معلقه توم، وهضربه. ويا جماعه كمان في حاجه تانية، الرز بعدس دوت، في ناس بتعمله بصل زي بصل الكشري، اللي هو البصل المقلي ده، زي الكشري القاهري العادي. انا بصراحه ما بعملهوش كده، انا بحب اعمله واعمل جنبه سلطه خضراء. وفي ناس كمان بتعمله صلصه زي صلصه الكشري برضو، اللي هي بيبقى صلصه بتوم وخل، بتشط خل وتوم، برضو بتبقى خطيره. بس كل واحد حسب ما اتعود. انا بصراحه مامتي ربنا يديها الصحه معودانا عليه، ان احنا بناكله كده، وجنبيه البطاطس المحمره والبيض متدحرج في السمنه البلدي وشويه سلطه خضراء. تاخدي بقى الرز على السلطه على شويه الرز، والف هنا وشفا، بيبقى خطير بصراحه. هنا بحط التوابل اللي قلتلكوا عليها، ملح وفلفل وكمون وكزبره والخل زي ما قلتلكوا. وهبتدي اضرب زي ما انتم شايفين كده. بس يا بنات، لما تيجوا تعملوا البتنجان كده وتضربوه، تضربوه عند التقديم بالظبط، عشان ما يغمقش منك. لان انا دورت على طحينه عندي، للاسف انا كنت هعمله بابا غنوج، بيبقى طعمه حلو قوي برده كمان، وبيتغمس بالعيش، بس ما لقيتش عندي. تمام. بصوا بقى الرزايه مفلفله ازاي، الرزايه برزتها، شويه بيض بقى في السمنه البلدي، وطبق سلطه كده وبطاطس. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، مع السلامه.